السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا عطل جديد وحاجة جديدة في الغسالة الأوتوماتيك. الغسالة اللي قدام حضراتكم دي طبعا يا جماعة فيها مشكلة إن هي بتكهرب. لو حطينا المفك التيست على أي جزء من أجزاء الغسالة هنلاقيه منور معانا، والعميل طبعا بيشتكي ان هي الغسالة بتكهرب. يجرب يقلب الفيشة او يعمل او يجيب كهربائي، برضو قال له المشكلة في الجهاز، المشكلة مش في الكهرباء خالص. زي ما حضراتكم شايفين كده الغسالة بحط التيست على الحلة بينور، بحطه على مفصلة الباب بينور، ودي طبعا كهرباء حية زي ما حضراتكم شايفين. يا ريت يكون الفيديو موضح. اي جزء في الغسالة بحط عليه المفك بينور، والغسالة بتكهرب كهرباء حية زي ما حضراتكم شايفين كده. برضو في الاعلى بحط المفك في اي جزء من اجزاء الغسالة، المفك بينور كده قدام حضراتكم. فان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هنتعرف المشكلة في ايه، ولو حد قابله نفس المشكلة دي هنتعرف ازاي نحل المشكلة دي. طبعا احيانا الكهرباء بتبقى جايه من السخان بيكون ضارب، بس انا قست السخان ما فيهوش مشكله خالص. المشكله في الغساله دي يا جماعه، او احيانا بيبقى بعد السخان بيبقى المنعم اللي قدام حضراتكم ده كده. بنفصل الكابل اللي داخل على الكارتة او على ال 220، بفصله خالص وبوصل له طرفين من الخارج زي ما حضراتكم شايفين كده. لو الكهرباء راحت معانا والمفك معانا ما نورش، هيبقى المشكلة في المنعم ده، وفي معظم الأحيان بتبقى المشكلة في المنعم ده مش في السخان. أنا طبعا لما بقيس السخان وبلاقي السخان سليم مش ضارب، ما بيبقاش قدامي غير المنعم ده. هنجرب دلوقتي مع حضراتكم. ده كابل خارجي، بشيل الكابل اللي داخل من بره خالص، ابقى دول الوصلة اللي رايحة للكارتة. بلغي الفيشة اللي داخلة للغسالة خالص، داخلة على المنعم. وكده زي ما حضراتكم شايفين الكهرباء خلاص معانا على نفس الأجزاء اللي كان المفك بينور عليها. دلوقتي مفيش كهرباء خالص على الغسالة. يبقى المشكلة كانت عندنا في المنعم ده. بنلغي المنعم ده او مانع الشوشرة ده، والغسالة مش بتكهرب معانا خالص. ودي كانت حلقتنا النهاردة. ارجو ان هي تكون نالت اعجابكم، وتكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.